في الفيديو اللي فات أمريكا ضربت الصومال، وده بعد أيام قليلة من رفض مصر والأردن لمخطط التهجير بتاع ترامب. يا ترى إيه دخل ضرب الصومال بمخطط تهجير الفلسطينيين؟ أنا إسلام خالد وجاي عشان أحكي لك اللي جوه الحدوتة. الحدوتة بدأت يوم 31 يناير لما ترامب طلع وقال تصريح إن الحل الوحيد لأزمة غزة هو تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، وقالها بطريقة غير مباشرة إن الدول دي هتوافق غصب عنها لأننا بنقدم لهم مساعدات. سيقومان بذلك، سيفعلان هذا. ما الذي يجعلك تقول ذلك؟ سيفعلان ذلك، نعمل الكثير لهم وسيقومان بذلك. لكن هنا كانت الصدمة لترامب والنظام بتاعه. مصر والأردن رفضوا مخطط التهجير بشكل رسمي، والرئيس السيسي طلع وقال إن ده ظلم للشعب الفلسطيني لا يمكن أن نشارك فيه. ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه. كمان ملك الأردن طلع ورفض الموضوع وقال إن الأردن لن تشارك في أي مخطط لتهجير الفلسطينيين من بلادهم. وهنا أمريكا اتفاجئت برد الفعل القوي للنظامين المصري والأردني، وبدأت تفكر في طريقة للرد. والحقيقة إن الرد ما تأخرش، وجه في يوم 4/2 في واشنطن في المؤتمر اللي كان بين ترامب والنتن. ترامب بقى المرة دي ما حاولش يلف ويدور ولا يتكلم سياسة، ده اتكلم بكل بجاحة وقال كلام أقل ما يقال عليه إن وعد بلفورد الجديد. قال إن الفلسطينيين هيمشوا من القطاع، يعني هيمشوا ومفيش حل تاني قدامهم غير الخروج. يعني الخطة الحقيقية أصبحت واضحة تماما وبدون أي دبلوماسية. الخطة مش إن هم يهجروا كام ألف فلسطيني من قطاع غزة، لا، الخطة الحقيقية طرد 2 مليون فلسطيني من القطاع وإخلاء القطاع تماما. لا، وكمان بعد ما الفلسطينيين يخرجوا أمريكا هي اللي هتسيطر على القطاع مش إسرائيل. لا، ومن المحتمل إن هي تبعت قوات لغزة عشان تقضي على المقاومة نهائيا. وبعد كده يعملوا إيه؟ يعملوا منتجعات وفنادق فاخرة زي منتجع ريفيرا كده. ده حتى لما صحفي سأله وقال له إزاي هتستولى على غزة، رد بكل بجاحة وقال إيه؟ قال نخطط أن تكون ملكية دائمة. يعني أمريكا تخطط لاحتلال غزة، وبعد كده إيه اللي هيحصل؟ كلنا عارفين طبعا، هيسلموها لإسرائيل. لا، وكمان قال إيه؟ قال إن مصر والأردن هيوافقوا على استقبال اللاجئين، وقال بكل عجرفة وبجاحة هم ممكن يرفضوا طلب لبايدن، إنما أنا لا. ترامب كمان قال إن أمريكا بتدرس الاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على الضفة الغربية. يعني الخريطة السياسية الكاملة لفلسطين هتتغير. باختصار كده مفيش حوار سياسي ومفيش حلول سلمية، يا التهجير يا الضرب المباشر. طب إيه بقى اللي هيحصل لو مخطط التهجير ده تم؟ رقم 1، إحنا كده بنقضي على قضيتنا الفلسطينية بإيدينا، ودي مش قضيتنا لوحدنا، دي قضية الشعوب العربية والإسلامية كاملة، وده ظلم مبين للفلسطينيين ما ظنش إن إحنا هنقدر نشارك فيه. رقم 2، إحنا بنهدد الأمن القومي للدول اللي هيهجر إليها الفلسطينيين، وبنساعد في المخطط التوسعي بتاع إسرائيل اللي هو من النيل إلى الفرات. أنا متأكد إن الفلسطينيين مش هيسكتوا عن حقهم، وهتحصل مناوشات بينهم وبين الكيان، وهنا بتدي ذريعة للكيان إن هي تهاجم الدول اللي موجود فيها الفلسطينيين. ما تنسوش إسرائيل دلوقتي موجودة في سوريا وفي لبنان، بس إحنا لحد دلوقتي معرفناش إيه علاقة ضرب الصومال برفض مخطط التهجير. ببساطة علشان في 14 أغسطس 2024 مصر وقعت مع الصومال اتفاقية دفاع مشترك، وده معناه إن في قوات عسكرية مصرية موجودة على الأراضي الصومالية. احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال، ومش هنسمح ان حد يمس الصومال. يعني بالراحة كده أمريكا بتقولك إحنا مش هنسكت، بس مش هنواجه مصر مباشرة. والضربات دي ممكن تكون جزء من الضغط الغير مباشر على مصر، خصوصا
بعد ما الإعلام الأمريكي اتكلم عن تجاهل السيسي لقرارات واشنطن ورفضه للتهجير. السؤال الأهم دلوقتي، هي مصر هتتراجع؟ وهل أمريكا عندها أوراق ضغط فعالة ضد مصر؟ الإجابة بكل بساطة لأ. إحنا كمصر عندنا أوراق ضغط أقوى على أمريكا والكيان. أولها إن إحنا ممكن نهدد بتجميد اتفاقية كامب ديفيد، وده هيبقى ألم بيوجع قوي، والدليل على كده انتشار قوات من الجيش المصري داخل سيناء. تاني حاجة، ممكن نستخدم التحالفات العربية ضد الضغوط الأمريكية، خاصة مع السعودية وقطر والإمارات اللي ليهم استثمارات كبيرة قوي داخل أمريكا، بدليل إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية طلعت بيان قوي وتاريخي بترفض بيه التهجير بعد اجتماع النتن وترامب. طب إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ إحنا قدام 3 سيناريوهات محتملة. الأولاني، العرب يتحدوا تماما ويرفضوا مخطط التهجير، وده معناه صدام محتمل مع أمريكا وإسرائيل. الثاني، أمريكا تحاول تفرض مخططها بالقوة، وده معناه صدام عسكري محتمل. وآخر سيناريو، إن الكيان يحاول يفرض المخطط بالقوة عن طريق إيه؟ إنه يرجع يضرب في غزة تاني. السؤال هنا ليك أنت بقى يا عمنا، هل هنشوف فلسطين بتختفي من على الخريطة؟ أم هل يتحد العرب لمواجهة أخطر مخطط تهجير حصل في العصر الحديث؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات واستنانا الحلقة الجاية، والسلام عليكم.